النهارده الأربع 4 يناير 2023. أعمال اليوم الأخير لبناء كوبري جديد لأنطار الطلخة وتغطية جزء من الترع. طبعا الأعمال اللي بدأت يوم الجمعة 23 ديسمبر وانتهت النهارده 4 يناير، يعني تقريبا حوالي 11 أو 12 يوم. المخطط او المناقصه كانت بتتكلم عن ان الكوبري يتعمل زائد 35 متر. تقلصت الاعمال الكوبري بالجزء اللي اتغطى كله على بعضه 35 متر. يقال ان ده السبب في ارتفاع اسعار مواد البناء، وهم يعني تقريبا في سلاسه قوي مع المقاول او الجهه المنفذه. قلصوا المساحه من 60 متر ل 35 متر. بعد كده هيبقى في عندنا الكوبري اللي اللودر بيحط فيه الرمل. ده هيبقى الكوبري، هو طبعا الكوبري اتعمل بمسافة اوسع، وهيبقى معانا الجزء اللي هو الاسمر اللي معمول عليه البوتامين اللي لسه ما اتحطش فيه الرمل ده. ده الجزء اللي هو اتغطى زيادة عن الكوبري. حتى الان انا ما اعرفش هيتعمل فيه ايه لان المساحة صغيرة خالص. كان مستهدف ان هي تبقى اكبر من كده، لكن تقلصت المساحة. اتمنى ان احنا الكوبري ده يكون له دور في حل ازمة الزحام في انطار الطلقة، وعلى بركة الله الاعمال انتهت الحمد لله.